تقريبا يعني. وهكذا في هناك تدرج بطيء وتدرج سريع وانحدار خاصه على الحدود السودانيه، معدل الانحدار سريع جدا جدا. ولذلك المياه ستتوجه حتما الى مصر وتتوجه حتما الى السودان. لكن هل هناك ما يعيق تقدمها؟ نعم، هذه الانشاءات يمكن في مجموعه كبيره من السدود على حوض نهر النيل الازرق تحديدا، في 4 سدود مقترحه موجوده. محصلتها هذه الكميه الكبيره عندما تصل الى مرحله اللازم لتوليد الكهرباء لابد انها ستؤثر بالفعل على كميه المياه وحصه المياه وانتظام وصولها الى مصر، وهل هناك فيضانات ام لا؟ طيب سؤال اخر برضو له علاقه ستتدفق. طيب سؤال له علاقه ايضا بالطبيعه الجيولوجيه في مصر، هل لدينا مياه جوفيه تعادل الفرق لا قدر الله في حاله نقصان كميه كبيره من المياه؟ هل لدينا مياه جوفيه تعادل الفرق ام لا؟ حضرتك انا ارجو ان اوضح هذا، وارجو ان تسمحي دقيقه من وقتك. اتفضل. ما يعلن عن كميات المياه الجوفيه في مصر الان في بعض المنتديات عن ان هناك امكانيه اصلاح 4 مليون فدان على الحدود المصريه الليبيه واكتشاف واحات جديده وغير ذلك، كلام لا يستند الى واقع. كل ما يمكن عمله الان في مصر كميه المياه الجوفيه التي تستخدم في مصر تحت الدلتا وفي الصحراء الغربيه المصريه على وجه التحديد لا تصل اكثر من 5 مليار متر مكعب. يعني زي ما دكتور نصر الدين علام بيقول كلام نصب يعني. نعم. دكتور نصر الدين علام بيقول لي الارقام اللي بيعلنوها عن المياه الجوفيه كلام نصب يعني. ده صحيح. صحيح. المساله تتعلق بما يتعلق بكميه المياه الجوفيه. في احدى دراسه عملتها وتقدمت بها الى السيد وزير الموارد المائيه والري اللي هو السيد رئيس الوزراء الحالي، تقول ان هناك امكانيه استصلاح 900,000 فدان في الصحراء الغربيه من منطقه توشكا الى شرق العوينات الى الواحات الداخله، ما فيش خارجه، الى الواحات البحريه الى واحه سيوه الى منخفض شرق الى شرق منخفض القطاره. هذه الكميه مقدمه من دراسه تقدمت بها للسيد رئيس الوزراء اللي هو كان وزير الري السابق، ثم الى الاداره المركزيه للمياه عندهم الدراسه، ثم للسيد وزير الزراعه، وهي دراسه تخصني انا والدكتور ممدوح حمزه، موجزه ومدعى لديهم، وانا استغرب لماذا لا يعلنون عن منشئ هذه الدراسه ومؤلفيها، لكن ليس هذا هو الموضوع. ما اقوله ان هناك ما يكفي لزراعه 900,000 فدان فقط في الصحراء الغربيه على مصادر مياه جوفيه مؤكده بالاضافه الى ما فيها. ما يقال عن ان هناك امكانيه اصلاح 2 مليون فدان على ممر التنميه كلام تنقصه الاسانيد، لان لا توجد مياه جوفيه، ونقسم بالله لان المياه الجوفيه موجوده بابار وكمياتها ونوعها واعماقها معروفه على امتداد نهر النيل وغرب وادي النيل وعلى الهضبه الغربيه. مسائل اذا هذا الكلام والاعلان عن هذه الالاف وهذه الكميات والمليارات التي يمكن زراعتها بيؤثر على موقف مصر التفاوضي. موجود، ما انتم عندكم ميه كتير اهو، عايزين ميه ليه؟ ممكن في التفاوض يقول ان انتم عندكم فعلا كميه ميه انتم كمان زياده، ليه مصرين على اجحافنا والحصول على هذه النسب؟ بشكر. لما اشوف مشروعات افتراضيه، واحد يقول ان انا عايز اعمل نيل الواحات واطلع الميه وادخلها من منخفض القطاره اشياء يعني تخرج عن نطاق الخيال العلمي. ولما اقول ان واحد عايز يعمل مشروع انبابه نهر النيل، ان نهر النيل يتعبى انابيب ويمشي في اتجاهين محورين ونطلع منه انابيب، في الحقيقه نحن نضر انفسنا في كثير من الاحيان. انا بشكر حضرتك موجوده في دكتور مصر تصل في المستقبل الى نحو 7 مليار متر مكعب، 8 مليار متر مكعب على اكثر تقدير في جمهوريه مصر العربيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مغاوري شحاته، استاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعه المنوفيه الاسبق. اشكرك على كل هذه المعلومات يعني القيمه التي اطلعتنا عليها. وبستاذن حضراتكم ايضا ارحب بدكتور ضياء الأوسي خبير المياه الدولي. دكتور ضياء مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بك. حدث حضرتك عن العلاقات والاتفاقيات بين دول حوض النيل، سواء الاتفاقيات التاريخيه او اتفاقيه عنتيبي والقوانين الدوليه فيما يخص تقسيم المياه ووضع مصر. والله الواقع المصري بيقول ان احنا متمسكين بما يسمى بالامن المائي، والامن المائي ده بيرتبط بالاتفاقيات السابقه. مع الأسف الشديد أن هذا الكلام لا يرضي باقي الأطراف. باقي دول حوض النيل
ما عدا يمكن دولة واحدة زي الكونغو. كمان كان عندنا اعتراض على أن يكون أخذ القرارات في الحوض بالأغلبية وليس بالإجماع.